دكتور، هو معنى ان انا جالي صمت يكون جوزي بيخوني؟ طيب هو فعلا بيجي من اجهزه الليزر ولا دي اشاعه؟ حابه النهارده اكلمكم باستفاضه عن موضوع الصمت، واتكلمنا عنه كتير قبل كده، وقلنا ان هو بيجي عن طريق عدوى فيروسيه، عن طريق فيروس اسمه فيروس الورم الحليمي او الاتش بي في فيروس. وقلنا ان هو بيجي على هيئه نطوءات او سقاليل جلديه بتطلع على الجلد، سواء في الوجه سواء في القدم سواء في الرجل. اخطر مشكله بنخاف منها هي اللي بتيجي في الاماكن التناسليه، ده لانه بيعمل لا قدر الله كانسر سواء في الرجال او في السيدات، عشان كده بنخاف من الاماكن التناسليه فقط. طيب احنا لو جالنا الصمت على هيئه السقاليل او الزوايد، نقدر ان احنا نروح للدكتور، وطبعا العلاج بقى سهل جدا، وده ميزنا في عياداتنا الفتره اللي فاتت ان نسبه النجاح والشفاء الحمد لله وصلت ل 100%، وده لحاجات كتير. اول حاجه ان احنا عندنا احدث تقنيات الليزر وجهاز الفراكشنال سوي 2 ليزر اللي عارفين نتعامل مع حالات الصمت. تاني حاجه ان احنا عندنا دكاتره متدربين وبروفيشنال ازاي يستخدموا جهاز الليزر على الجلد. ثالث حاجه ان احنا متوفر عندنا جميع الامصال المختصه للصمت، وهو الجردازيل، الكانديدا، والام ام ار، وعارفين الدوز المطلوبه لكل حاله، وبنبدا نحقن المصل مع اول سيشن. اخر حاجه ان احنا عندنا المتابعه لمده 3 شهور، بنشوف الحاله كل اسبوعين ونطمن ان مفيش اي ريكارنس ان شاء الله. ما تقلقوش خالص ونهدى شويه، الموضوع بقى سهل جدا وعلاجه بسيط، ودمتم سالمين. معاكم دكتور اسراء عبد الرحمن، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر والتجميل النسائي.